غض البصر مش بس بين الشباب والبنات، غض البصر عن بيوت الناس، عن أكل وشرب الناس، عن النعمة اللي ربنا أنعم بيها على غيرك، عن مرتب زميلك في الشغل، عن صاحبك أو صاحبتك أو قريبك أو قريبتك اللي اتجوزوا وخلفوا بدري. ده اتجوز وأنا لأ، ودي اتجوزت وأنا لأ، ده خلف وأنا لأ، دي بتجيب بنات وأنا بخلف ولاد، ده بيجيب ولاد وأنا بخلف بس بنات، ودي يا بختها ما اتجوزتش وما شالتش الهم بدري وأنا اللي شلته بدري واتحملت مسؤولية. ده اترقى وأنا لسه، وده بياخد مرتب أعلى مني وأنا بقالي سنين زي ما أنا واقف مكاني. ارضى بقسمة ربنا، افرح بالنعمة عند غيرك، مش بس علشان تجيلك، ده علشان لو حقدت عليه انت بتتدخل في حكمة ربنا، لأن ربنا هو اللي بيرزق، يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا بيرزق كل واحد فينا باللي هو محتاجه. كل ده ربنا اختصره في آية جميلة تقدر تكسر بيها سم عينك. إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولما تعجبك أي حاجة عند غيرك ادعيله بالبركة ولك بالمثل.